فكرة الابلكيشن اللي انا اتكلمت في البرنامج عليها الصبح اللي هو سلسلة مشاريعي 69. الفكرة دي يا جماعة جميلة جدا، بس اللي اشتغل عليها في احد المتابعين قال لي لا الابلكيشن ده فعلا موجود. دخلت ابص عليه لقيته كأنه مش موجود، حد تقريبا عمله وحطه على جوجل ونسيه. بصوا يا جماعة، الابلكيشن ده فكرته جميلة جدا. الخردة يا جماعة، فاكرين انتوا عبد الغفور البرعي؟ الخردة يا جماعة فيها ملايين ومليارات، مش الجنيهات، الدولارات. خصوصا ان مصر النهارده، شوف مصر فيها اكتر من 100 مليون. شوف مصر فيها قد ايه خرده بتترمي في الشارع. طبعا في نتيشه بتلمها. النهارده لما تعمل فكره ابلكيشن، واي عميل او اي حد من ستات البيوت او الكلام ده، تلاقوا الابلكيشن دوت هيبتدوا اللي هم يكونوا الحاجات دي اللي هم مش محتاجين. حتى اللي بيشرب كنز بدل ما يرميها في الشارع اقول لك لا استنى لما ارميها في البيت الولايه هتبيعهم في الخرده. خصوصا في الوقت اللي احنا فيه دوت كل واحد محتاج جنيه، لان طبعا الاقتصاد بتاعنا يعني بقى حلو شويه والناس بقت ظروفها على قدها، فكل واحد النهارده محتاج الجنيه. فلما اي ست بيت هتنزل الابلكيشن دوت هتشوف ايه الخرده اللي عندها وتبتدي اللي هي تشيلها عشان تبيعها. تمام. الفكره دي ممتازه جدا يا جماعه. سواء وكمان انت تقدر تفتح كذا بند في الابلكيشن دوت، زي مثلا ايه، ممكن تفتح برضو حكايه مثلا اللي عنده غساله عايز يبيعها، ثلاجه، سخان، روبابيكيا يا جماعه، ابلكيشن روبابيكيا. بس عايز شباب يشغلوها صح، يشتغلوه صح. ما يرموش الابلكيشن على جوجل ويسيبوه يمشوا او يسيبوه وينسوه، لا. الفكره دي يا جماعه هتحقق لك ملايين الجنيهات. غير بس الابلكيشن ده لو فكرته وصلت لكل بيت، هتلاقي بعد كده الناس هي اللي بتجري وراك. واحد مثلا عايز يعمل دعايه للسوبر ماركت بتاعه في المنطقه اللي انت فيها، واحد عايز يعمل دعايه مثلا لاساس مثلا، اوضه نوم، انتريه، مش عارف ايه، محل اساس، واحد عايز يعمل دعايه مثلا محل ستاير، محل مش عارف ايه. هتلاقي الكل بيجري وراك عشان خاطر ينزل الدعايه بتاعته عندك في الابلكيشن. لما بنقول ابلكيشن احنا كده بنواكب العصر الجديد. تحياتي للجميع.